200 يورو في الاسبوع. نعم نعم قريب. لا اله الا الله. يعني انت شهرك ب 800. نعم يمشي كده، دي في البدايه بس، لان لا حول لو انت كبير الله. ما ادري ايش. اي نعم وبعدين أوي. في حته كده لكسمبورغ ده ما كلامها براوة يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله. معكم مصعب حماد صانع محتوى في هولندا. الليله عندنا استضافه مع اخونا الغالي ابو بكر. كان عايش في فرنسا 3 سنين بأوراقه بحاجاته، خلى فرنسا وجا عايش هنا في هولندا، وحاليا جيناه في محل شغله واموره تمام، وفات زار المانيا وزار لوكسمبورغ وزار سويسرا، ما شاء الله يعني لف الاتحاد الاوروبي كله. فعايزين شنو؟ نستفيد منه ونفيدكم. والله بعد سويسرا طوالي انا وجهتها لوكسمبورغ. لوكسمبورغ. نعم. لا حول الله. لوكسمبورغ ذاتها. نعم. اقسم بالله خطر اللي جيت. انا والله فعلا كل العالم اللي خشوا في اوروبا يعني 99% في البدايات كل واحد يعيش في معاناه. طبعا لا كلامك صح. قاعد يسالني في المعيشه اللي 2021 يعني بالبدايات. انا طبعا دخلت في اوروبا 2021 شهر 10 يوم 20. زمانهم ده اختيار الدوله في اوروبا هنا كان دي حاجه صعبه شديد طبعا. كونك انت من البدايه تختار دوله وتمشي وتقعد فيها وتستمر فيها دي كانت صعبه. نخش هسه حاليا في المقارنات. نعم. ما بين هولندا ولوكسمبورغ. نعم. ايوه. طبعا لوكسمبورغ كيف كانت؟ لوكسمبورغ عندها نفس سويسرا. طبعا يستلموك شرطه يفتشوك ويشيلوك للمكان اول ما تجي خاشي لوكسمبورغ كده، اول ما تيجي خاش بيستلموك الشرطه طوالي، بيكونوا عارفين نعم انك شنو فاخر وجنقاوي جديد جاي وهي حاجه زي دي. بالضبط. انت طبعا في البدايه يكون اوداك صعب شويه وما عندك يعني لبستك، وزول جاي جديد ومسكين ما عندك حاجه. صح صح صح. يلتفت الانظار بتلفت الانظار فعلا. نعم وبيسلموك للشرطه. وفي لوكسمبورغ بيشيلوك طبعا لوكسمبورغ ده دي في البدايه كانك انت عايش نهايات. يعني في البدايه ذاته دلع ديل يعني مدلعينك في لا حول الله. قال لكم لوكسمبورغ مما تجي بتعيش في دلع. دلع كيف يعني؟ في البدايه بس دلع يعني. اول لا حاجه حول الله. هاي يعطوك بطاقه صحه ويعطوك اسبوعيا كبه كويسه. وطبعا المواصلات في لوكسمبورغ دي معلومه خليها اي واحد ياخذها. الكبه كم؟ الكبه قال لكم التقدير يا جماعه قروش. الكبه كم؟ كبه كويسه انت قلتها. نعم نعم. كم كده؟ طبعا نقولوا في الاسبوعيا تاخذ حكايه بتاع قريب 200 يورو. 200 يورو في الاسبوع؟ نعم نعم قريب. لا اله الا الله. يعني انت شهرك ب 800. نعم يمشي كده، دي في البدايه بس، لان لا حول لو انت كبير الله. ما ادري ايش. اي نعم وبعدين أوي. في حته كده لوكسمبورغ ده ما كلامها براوة يا جماعه. هاي بس في هتات طبعا زي ما تو في اوروبا كلها في هته كويسه وفي هته ما كويسه. دي هته اللي انا قلت لكم تقريبا تاخذ في الاسبوع قريب من 200. دي هته كويسه. دي مكانها كويسه جدا. وفي مكانات اقل من 200 وفي مكانات اقل من 100 وهكذا. والله ما شاء الله. نعم. لا ما شاء الله. وبيسلموك ليه؟ كامبات ولا بيوت طوالي؟ نعم هو تقعد فتره البدايات في يعني كلها بيوت ووتيل وكذا. تعيش في الوتيل ولحد ما شنو تعمل اوراقك. ايوه لحد ما تستلم اوراقك. طبعا يا جماعه بقول لكم انه في الاسبوع في لوكسمبورغ 200. طبعا في هولندا بيختلف بين كامبي لكامبي. في كامبي بيدوك 14 يورو بس حق الصابون، شامبو وصابون وحاجات زي دي. وفي كامبي تاني ما بيدوك اي حاجه، تمام. وفي كامبي ما بيدوك اي حاجه، ديل بيكونوا موفرين لك الاكل والشراب والصابون. واللي بيدوك 14 يورو ديل بيوفروا لك الاكل والشراب. لكن في كامبي بيدوك في الاسبوع 75. ال 75 دي حق الاكل والشراب والصابون واي حاجه. ف اللي بشوفه انه انا الكامبات الافضل بيدوك ال 75 تجيب الاكل بتاعك وحياتك وكده. كل شيء في لوكسمبورغ في البدايات كويسه. يعني انت لوكسمبورغ دي انا اذا دخلتها كده اي نعم بقدر اخذ ال 200 اللي قلتها دي. نعم. بقدر اتعلم. نعم. باخذ الكرة الصحي وبطاقات القطارات. كانك انت عايش في القطارات قال لي في لوكسمبورغ دي بلاش. نعم. مجانا. نعم صحيح. كانك عايش يعني في النهايات. نعم نعم. قال لك في لوكسمبورغ كانك عايش في النهايات. في النهايات كيف يعني؟ يعني هنا نهايات انه شنو؟ بعد ما تاخذ ورق وتاخذ بيت وتظبط امورك، دي بدايه لوكسمبورغ.
نعم نعم نعم. اقسم بالله ده كلام عجيب ده. ها؟ نعم نعم. لوكسمبورغ طبعا كان كويسه جدا. طيب لو شفتوا فيها شخص نسبة رفض عالية. لو شفتوا شخص في لوكسمبورغ اموره ما تمام، الموضوع ده يرجع له هو ذاته يعني، مش في الدولة. يعني لنفسه بس. لنفسه يرجع له. إذا أموره ما قاعد تمام. يعاني من حاجه ولا قاعد يشكي في سلبيات، هو أي. يرجع لنفسه. أيوة. طيب السبب اللي خلاك تمشي من لوكسمبورغ، نعم. السبب شنو؟ طبعا لوكسمبورغ هم اصعب مكان في دول الاتحاد الاوروبيه اللي مشددين في عندهم برنامج اسمه دوبلين. دوبلين ده الدوبلين. دوبلين. لما تيجي من سويسرا ولا اي حته تاني في لوكسمبورغ، لو عندك بسمه اي تاني هتقعد ان شاء الله 4 سنين هيرجوك لا مشددين حول جدا. ولا قوة إلا بالله. يعني لوكسمبورغ دي تمشي لها إلا تكون ما عندك بصمة عديل معناه أي. بكلامك ده. نعم. حتى بصمة إيطاليا واليونان صعب جدا برضه يرجعوك. لا حول ولا قوة مشددين. إلا. يعني هسه عندنا مثلا في هولندا هنا بصمة إيطاليا بتتكسر، بصمة اليونان بتتكسر معروفة يعني. نعم. لكن بقية البصمات إسبانيا وجيتم من ألمانيا وجيتم من سويسرا، جيتم من أي حتة حظوظ ونادر جدا تتكسر. أغلبية الناس شنو بدوا رفضوا ترحيل. عندي أصحابي رجعوهم إسبانيا 3 نفر بعرفهم. يعني قلت لي بسبب إنك البصمة حقت سويسرا كبرتها من لوكسمبورغ، نعم. مشيت وين تاني؟ تاني توالي وجهت من لوكسمبورغ طبعا. توالي جيت دخلت تاني سويسرا، ولكن ما سلمت نفسي. توالي دخلت بس طلعت منها. عبرت لفرنسا. لفرنسا دخلت عن طريق بازل. بازل حلو. نعم. بازل الزمن ده خلاص انت قلت شنو؟ تستقر في فرنسا. نعم. طيب اخذت انت اوراق فرنسيه طبعا. نعم. شغال كنت؟ الحمد لله. نظامها كيف هناك فرنسا؟ والله مما تجي كده كجنقاوي نعم. جديد انت. نعم. اديني المقارنه حقت هولندا نعم. وفرنسا. نعم. يعني هسه انا لا اخش نعم. في المقارنه نعم. فرنسا هولندا. نعم. انا بتكلم عن الحياه اللي في هولندا وانت بتقول لي الحياه اللي في فرنسا. نعم. السلبيات والايجابيات. تمام. تمام. طبعا فرنسا كل شيء عندها فرص كثير. عندها فرص كثير للحصول على الإقامة. اي. عندها طبعا في منظمات في البدايات ما تأثر معك كثير، لأنه بتساعد الناس. دي مليانة في فرنسا. أي. أي مكان منظمات والكبه ذاته قالوا سمحه 300 وما اعرف شنو.